جولة جديدة ومحل جديد. احنا في شارع المدينة المنورة المتفرع من شارع طه حسين بالنزهة الجديدة. هندخل محل الصفوة للاستيراد. أي قطعة عنده عاملة 10 جنيه. يلا بينا نبدأ الجولة. ومبدئيا كده عنده البلاستيكات القمر الحلوة ديت كانت عاملة 10 جنيه. والترابيزة اللي عنده كبيرة وحجمها حلو كانت عاملة حوالي 130 جنيه. وعنده الأطباق المدورة اللي على شكل وردة دي كانت عاملة 20 جنيه. عنده تشكيلة حلوة كبيرة من ألعاب الأطفال والأدوات اللي هتحتاجها أي أم للأطفال. الصفو عنده تشكيلة كبيرة من ألعاب الأطفال اللي ممكن يحتاجها أي حد لو بيدور عليها. وعنده كمان ألعاب ب10 جنيه بس، حلوة جدا، ممكن تجيبوها الهدايا. لو انت عايزة تجيبي هدايا لأطفال بأسعار رمزية يبقى هتلاقيها عند محل الصفا. يلا ناخد جولة بقى ونشوف المنتجات اللي عنده ب10 جنيه بس، ونشوف نقدر نشتري ب10 جنيه ايه. مبدئيا كده هو عنده الصبانات ديت، يعني بص الصبانة دي على شكل بيضاوي عامل 10 جنيه. وعنده على شكل مربع وقلب برضو ب10 جنيه. عنده الشماعة المتعددة اللي تقدري تحطي فيها كذا شماعة ب10 جنيه. وعنده كمان الهولدر ده اللي بيتلزق بدبل فيس، وكمان دي ممسحة صغيرة للمرايات كانت عاملة 10 جنيه. عنده كمان دي الفوم للأطفال دي كانت عاملة 10 جنيه. والصبانة كمان ديت ب10 جنيه، صبانة حلوة قوي للأطفال. وعنده الحاجة دي، أنا برضو في حاجات معظم المنتجات الصينية على فكرة مش ببقى عارفة استخدامها ايه، غير لما بشوف فيديو ليها بقدر أعرف دي استخدامها ايه. وكمان قال لي ان دي طلعت حاجة ترند على التيك توك. دي مجرد ان انت هتحطي ايديكي كده عليها، تمام، من الحرارة اللي موجودة في جسمك المية اللي جوه هتطلع فوق. وكانت عاملة 10 جنيه بس، حلوة قوي للهدايا بجد، لو هتجيبوها هدايا لحد تبقى جميلة قوي. تمام، بصوا المية بتطلع ازاي، والله لذيذة جدا فعلا. اول مرة كنت اشوفها اصلا، واول مرة اشوف الفكرة ديت. تمام. وعنده الكاسات الحلوة دي، كاسات حلوة فعلا وكبيرة، وكانت عاملة 10 جنيه بس، والله جميلة جدا لو حد حابب يكون مثلا طقم حلو او يجيب اتنين كده تلاتة. عنده جميل، عنده ملاحات وكاسات، كل المنتجات ديت 10 جنيه. بصوا المنظم ده بتاع الأدرج، بتاع الإدراج كان حلو قوي، وبرده كان عامل 10 جنيه. ودي أزايز مية، ودي مقلمة للأطفال كانت عاملة 10 جنيه. دي برضو حصالة فلوس ب10. دي بقى الطابلوهات دي لذيذة جدا، واحلى حاجة فيها على فكرة ان هي بتتلزق بدبل فيس من ورا، مش يعني تعملي مسمار في الحيطة. تمام. وعنده كوسترات بقى، وعنده قطعة العجين لو هتعملي بسكوت وكده ويعملوا بأشكال. ودي كوسترات تانية. وعنده الشماعات بقى اللي احنا شفناها. طيب عنده ايه كمان حلو جدا برضو؟ المفرش دوت. طبعا انا جبت منه اتنين تلاتة كده. المفرش ده حلو قوي، وكنت وريته لكم في فيديو المشتريات اللي فات، وكان عامل 10 جنيه. في منه لونين، اللون المذهب دوت واللون النبيتي. برضه انا فتحته ووريته لكم في الفيديو اللي فات. عايز اقول لكم ان هو حلو جدا. عنده كمان الجوانتي بتاع المطبخ ده كان عامل 10 جنيه. ودي برضو ستيكر كده تقريبا على الحيطة، وكان عامل بس مجرد 10 جنيه. لذيذ قوي، عنده حاجات للأطفال حلوة قوي، وأسعارها كمان حلوة. بص دي الكوسترات اللي أنا برضو جبتها في الفيديو اللي فات كانت عاملة 10 جنيه. وده الجوانتي تنظيف العربيات 10 جنيه. وده اللي هو الإيد لو انت بتعجني مثلا ومش عايزة لبسك يتبهدل، بتعملي أي حاجة في المطبخ، كان عامل 10. ودي برضو للأطفال اللي هي مثلا لو بيعملوا اكسسوارز مثلا أو أي حاجة بيحطوها جواها كده ويلموها على طول. ودي برضو كانت تحط كده على التسريحة مثلا، وتحطي عليها الاكسسوارز بتاعتك، سلسلة أي حاجة. ودي للحمام، دي بتاع التويلت يعني. ودي استيكرات بقى. ودي برضو استيكرات للأطفال للأوض، وفي منها شكل تاني. جميلة جدا وعجبتني جدا جدا، حلوة قوي، مجرد ان هي بالدبل فيس وهتعملي شكل حلو قوي في الأوضة من غير ما تبوظي فيها. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. لو محتاجين ان انا اعمل لكم جولات تانية في محلات تانية، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. وما تنسوش تصلوا على النبي. كان عنده كمان صلصال للاطفال. عايزه اقول لكم ان الصلصال اللي عنده طري جدا وحلو. لو حد حابب فعلا يجيب صلصال للاطفال ده مناسب جدا جدا جدا، لان معظم الصلصال اللي موجود دلوقتي في السوق بيبقى ناشف على الايد. تمام. لكن ده طري، ومش هتبقى محتاج الطفل ان هو تساعديه في ان هو يعمل الاشكال، حلو جدا.
عايزة أقول لكم إن هو عنده شوية منتجات كده وخبايا، يعني أنا قعدت ساعة عنده باشتري وبانقي حاجات، ومع ذلك يعني في نهاية الساعة ديّة وأنا باصوّر لقيت عنده حاجات تانية جديدة. تمام، عنده من المنتجات كميات كبيرة، هو قال لي إن هو الحاجة لمّا بتخلص بيروح المخزن وبينزّل منها تاني، فما تقلقوش هتلحقوا تشتروا الحاجات اللي أنتم حابين تشتروها منه. تمام، وعنده كمان لِعَب للأطفال كبيرة بقى للأطفال الكبار، يعني بُص عنده العربيات ديّة وعنده ميكانو فوق وعنده المطبخ وعنده إكسليفون وحاجات بتاعة البيت برضه حلوة أوي. بُصّوا الوينش ده كان عامل 300 هو ليه إيد دراع يعني وبتحرّكوه. تمام، وعنده كمان لعبة كده عاملة زي المكوة، كانت عاملة 70 جنيه، عنده تشكيلة حلوة من الألعاب. القسم ده برضه فيه حاجات ب20 جنيه، يعني بُصّوا الطابلوهات دي للأطفال بجد شكلها حلو أوي وب20 جنيه. ده ستيكر للمطبخ كان عامل 20، برضه اللعب الpuzzle دي كانت عاملة 20، ودي بلالين فوق تقريبًا. تمام، وكمان كان عنده نضارات للأطفال للبيسين وكده، دي بتاعة الحمام. كان عنده تشكيلة حلوة يعني وبأسعار كويسة أوي، وعنده لعبة الجبس اللي الأطفال بتلوّن عليها، وعنده اللعب ديّة يعني بُصّوا لعبة الشنيور وكده كانت عاملة 80 جنيه أو 85. وعنده كمان تشكيلة من أدوات برضه المطبخ اللي هي القطّاعات والحاجة بتاعة الكريم شانتيه والتزيين يعني بتاعة التورت. وعنده كمان ستارة الحمام ديّة كانت عاملة من 70 ل75 جنيه، وده شكلها وعنده كذا شكل يعني شكلهم حلو الخامة بتاعتهم كويسة، نفس اللي موجود على فكرة في السوق، وفي السوق كان عامل فيه أسعار بتتراوح من 100 و110. تمام، هي عنده حوالي ب70 75 جنيه يعني. عنده برضه تشكيلة من الكوبايات وكانت عاملة أي كوباية يعني ب10 جنيه. وعنده برضه بُصّوا البراية الحلوة دي عجبتني، إن هي مجرد إن الطفل بيحط القلم وبيلف من ورا وكانت عاملة 50 جنيه. وعنده برضه الأكياس ديّة بتاعة المطبخ، وعنده كمان مستلزمات أعياد الميلاد وأسعارها حلوة أوي، يعني البالونة الهيليوم كان ب10 جنيه. بُصّوا كمان الHello Kitty ديّة كانت عاملة 45 جنيه أو 35 مش متأكدة. تمام، بُصّوا بقى القسم اللي إحنا هندخل عليه دوّة عنده أي حاجة فيه ب20 جنيه. يعني بُصّوا مثلًا ده منظم الأسلاك أعتقد فيه 20 واحدة وكانت عاملة 20 جنيه، حلو. وكمان دوّة اللي بيتحط فيه جل مثلًا الإيد تديه للأطفال في المدرسة كده يعني. تمام، وكانت عاملة برضه 20 جنيه. بُصّوا المنظمات دي برضه حلوة أوي للأطفال يحطوا فيها الأقلام والكشاكيل ومستلزمات المذاكرة، شكلها حلو أوي، وده شكل تاني منها وكان عامل برضه 20 جنيه سعرها يعني على سعرها حلو أوي. برضه بُصّوا اللعب دي والديزاينات ديّة لو هتجيبوا هدية لحد برضه ب20 جنيه، برضه دي نفس الفكرة اللي أنا وريتها لكم، في منها أشكال تانية هنشوفها مع بعض. يعني حاجات لذيذة وصغيرة لو أنتِ رايحة عيد ميلاد أي حد أو لسه حد والد، ممكن ب20 جنيه تجيبي له كذا حاجة لذيذة أوي يعني، فلأ يعني عجبني الصراحة. لو حد مثلًا مش حابب إن هو أو مش معاه تكلفة كبيرة يجيب هدايا كبيرة. برضه بُصّوا الlunch box دوّة عنده فكرته لذيذة 2 في بعض كده حلوين أوي، وفي منه شكل تاني مش شفاف، وبرضه ديّة مقلمة للبنات بقى، وبرضه تشكيلة من الbubble ديّة كانت عاملة برضه 20، ودي الليفة السحرية اللي بتشيل الجلد الزائد للأطفال بقى أو للكبار، كانت عاملة 20 جنيه. وعنده تشكيلة بقى من الحاجات الجزء اللي فوق دوّة بس أكيد سعرها بقى زيادة عن ال20. تمام، يعني عنده بُصّوا بتاعة اللي هي الفيش دي الأمان، حاجات الأمان اللي بتتحط في الفيش للأطفال. تمام، وعنده دي مروحة على ما أعتقد مروحة، والله الواحد عايز يجيبها في الكهربا اللي بتقطع دي يعني. بُص السُكّرية دي اللي هي السُكّرية اللي طالعة ترند وجواها معلقة، وعنده حاجات تانية ألعاب تانية للأطفال الكبيرة بقى زي القطر وبتاعة البولينج. وبُصّوا دي بتاعة الأطفال بيبيهات يقعدوا عليها كده من 2 ل4 players، من 2 ل4 players يعني.
وبكده يبقى احنا خدنا جولة في محل الصفوة، ووريتكم كل المنتجات اللي عنده وكل الحاجة اللي بيبيعها من لعب الأطفال والأدوات المطبخية والمنزلية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشيروه مع الناس اللي مهتمة انها تنزل وتشتري حاجات من محل الصفوة. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.